تاني بطالب كل الناس بالوقوف جنب نادي الزمالك. كلنا الفترة دي أهلاوية زملكاوية ساندوا نادي الزمالك. تخيل يا أهلي إن نادي الزمالك ده بينهار، طب أنت هتفرح إزاي؟ تخيل يا زمالك لو مفيش أهلي، طب أنت هتفرح إزاي؟ هيبقى ليها طعم إزاي؟ الكرة هيبقى ليها طعم إزاي؟ المنافسة هيبقى ليها طعم إزاي؟ أنتوا ساكتين ليه؟ قاعدين ليه؟ بتعملوا إيه؟ شايفين الزمالك بينهار وأنتوا بتتفرجوا ليه؟ حرام. الزمالك قاعدة كبيرة، الزمالك جماهيرية كبيرة، مش في مصر بس، ده في الوطن العربي كله، من شماله لجنوبه ومن لغربه وشرقه. تحملوش اللعيبه وجون ومجلس الاداره وودين في حته واخديننا في حته، وفي كارثه ماليه. الكارثه الماليه دي قفلت انديه وضيعت تاريخ انديه. في انديه عريقه، في استون فيلا كان درجه تانية شامبيون شيب كتير، ليدز، في انديه عريقه نزلت وتاهت محدش عرفها. نادي الزمالك راح في حته وحشه. اي حد سامعني شايفني دلوقتي اقفوا جنب نادي الزمالك. نادي الزمالك محتاج بجد. سيبوا الميول دلوقتي، خلي عندكم وقفه يذكرها التاريخ لكل الانديه وخاصة النادي الأهلي. مش عيب، ده المنافس بتاعك، ما انت بتكسب كده بس ده المنافس بتاعك، والوحيد اللي بيكسبك الزمالك، والوحيد اللي بيفرحك الزمالك، والوحيد اللي بيزعلك الزمالك. انت محتاج ده. انت محتاج ده. اما الأهلي بيكسب بيراميدز ولا حاجة، اما بيكسب أي فرقة ولا حاجة، لما بيكسب الزمالك بيقول انا كسبت الزمالك. ليه؟ عشان قيمه نادي الزمالك. وبعدين يا عمو مهيب في جو الصعبانيات ده، وانا مالي في داهية الزمالك؟ وانا مالي يعني؟ احنا كاهلاويين نقف جنب الزمالك ليه؟ ده الزمالك في اول الموسم قال لك صفقات المليار، ده الزمالك كان مشغل صفحاته على الاهلي. كان مشغل صفحاته على الاهلي. اوضه اللبس مولعه، اوضه اللبس خربانه، الحق زيزو عمل، الحق امام عمل، الحق كهربا عمل. هتنسى ولا ايه؟ ولا عشان انت زملكاوي ما يغور الزمالك في داهيه؟ ليه نقف جنبه احنا ليه نقف جنب الزمالك؟ احنا نقف جنب الاهلي وبس. لما طلعت ولول انت وابراهيم فايق طلع ولول امبارح، والحقوا الزمالك وما تلحقوش الزمالك، ما تلحقوا الاسماعيلي. هو الاسماعيلي مش فريق مصري ومش من فرق القمه المفروض؟ وثالث اكتر فرق قاعده جماهيريه في مصر اهلي زمالك اسماعيلي، ما كانت معروفه من زمان كده. ما تلحقوا الاسماعيلي، سيبوا الزمالك زي ما حصل للاسماعيلي يحصل للزمالك. ليه يساعدوا الزمالك يعني؟ على راسه ريشه يعني مثلا؟ ولا على راسه ريشه؟ لما كانت تجيهم لفلوس، كانت تيجي لفلوس. ما كنت نادي ما بيعرفش يدير، الفلوس بتكون تحت يده ما بيعرفش يدير. ايه ذنب الناس؟ نقف ليه معاه كاهلي مثلا؟ الاهلي ليه يقف معاه؟ متى الزمالك وقف مع الاهلي في اي حاجه؟ احنا الحمد لله ما عندناش اي مشاكل. ده بالعكس اكتر ناس تشغل صفحاتها على الاهلي الزمالك. لما كان يقول لك اوضه اللبس في الاهلي مولعه والزمالك واوضه اللبس ما عرفش ايه، وزيزو ضرب اوضه اللبس، تريزيجيه ما عرفش عمل ايه. طب ليه جاي دلوقتي تقول له وقف مع الزمالك؟ ما يغور في داهيه الزمالك، ولا يغور في داهيه الزمالك.